من بعد ما بارطاجيت معكم اجواء برنامج متطوع، جاوني مجموعه من الاسئله حول هذا البرنامج، وكاينين اللي شرحت لهم البرنامج من اطال زيد، ولكن الاسئله كثر الصراحه. داكشي علاش قلت ندير فيديو ونجاوب لكم على جميع الاسئله اللي كتطرحوا لي على هذا البرنامج. برنامج متطوع هو واحد البروغرام اللي دارته وزاره الثقافه والشباب، ما عرفتش واش الثقافه ولا الشباب ولا الشباب والثقافه، المهم وزاره ديال الشباب. هذا البرنامج كينقسم من جوج مراحل. المرحله الاولى كيكون فيها سيمانه ديال اسبوع ديال التكوين، كيكونوا فيها دورات تكوينيه ومحاضرات في مجموعه من المجالات بحال الذكاء الاصطناعي، مقاولات وتعاونيات، وبزاف ديال الحوايج اللي غتستافد منهم الصراحه. وفي هذه المرحله كتكون التغذيه والاقامه على حسابهم، وهذه المرحله هي اللي كتكون احسن مرحله صراحه. كدوز سيمانه واعره بزاف. هاد السيمانه هذه كتجمع فيها القرايه، النشاط، المهم داكشي واعر. من بعد كتجي المرحله الثانيه، وفي هذه المرحله هي اللي كيكون فيها التطوع ديال بصح. هذه هي اللي خصنا نسميوها متطوع، كتكون فيها متطوع ديال بصح. اما في الاولى راه كيكون غير ما كديرش شي عمل تطوعي، غير كتقرا وصافي، غير كيكونوك باش في الاخر غتمشي دوز واحد ستاج في شي مؤسسه عموميه بحال شي مصحه او اللي كندوز فيها انا شخصيا، او المهم كاينين مجموعه من القطاعات، كاين الصحه وكاين التعاونيه، تمشي مع عند شي تعاونيه وتستاجي عندهم. المهم هذه المرحله كتكون المده ديالها 14 يوم ولا 15 تقريبا، المهم جوج سيمانات ديال التطوع. المهم بالنسبه للمجال انت اللي كتختار داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي قريب لك، حيت انا كنت اختاريت بريد بنك، ولكن جاني في شيشاوا بعيده عليا بحكم الترونسبور، داكشي ما مناسبنيش صافي. داكشي علاش حولت للصحه. المهم كتختار المجال اللي بغيتي ويكون في الاقليم ديالك ويكون قريب لك بطبيعه الحال. وبالنسبه للتسجيل في هذا البرنامج كيبدا في الصيف في شهر 7 غالبا، شهر 7 كيبدا التسجيل. وبالنسبه لشروط التسجيل خص يكون عندك ما بين، اول شرط هو الشرط ديال العمر، خص يكون عندك ما بين 18 عام و 22 عام. وبالنسبه للعدد كيقبلوا 5000 واحد في المغرب كامل. انا كيبان لي احسن حاجه غديرها في الصيف هي تفعل هذا البرنامج، تسجل في هذا البرنامج، حيت غتستافد منه بزاف ديال الحوايج. فهي كانت تجربه واعره بزاف، وهي فرصه باش تعرف مع بزاف ديال الناس، خصوصا كيتجمعوا جميع الاقاليم. دابا بحال جهه مراكش اسفي كيتجمع فيها اقليم الصويره، اقليم شيشاوا، اقليم الحاوز، اقليم اسفي، اليوسفيه، داكشي كامل كيتجمع في مراكش. وبالنسبه لدوك المحاضرات راه ماشي اي واحد كيقدمهم لك، كيجيبوا شي واحد اللي مختص في داك المجال. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى نكون جاوبت على الاسئله ديالكم كاملين. عندي شي سؤال اولا شي ملاحظه اكتبوها لي في التعليقات، غنجاوب عليهم. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، بارطاجيه مع شي صديق ديالك اللي تبغي تشارك انت وياه في النسخه الثالثه ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، في حول الله.